احتضنت ابتدائية زيان مسعود الجنوبية حفلا بهيجا على شرف التلاميذ المتفوقين خلال هذا الموسم، وهو تقليد تربوي دأبت عليه هذه المؤسسة لسنوات بالتنسيق مع الجمعية الثقافية للي التي أثرت هذا الحفل بعروض ترفيهية ومسرحية هادفة. موسم شاق بالنسبة لي وأبنائنا التلاميذ الذين بذلوا مجهودات جبارة طيلة هذا الموسم، إذن بالتنسيق مع جمعية الإبداع الثقافية جمعية تيليلي ارتأت الابتدائية أن تقوم بحفل تكريمي للتلاميذ الثلاثة الأوائل النجباء. نشكر المحسنين الذين دعمونا بالجوائز، نرحب بالحضور أولياء وأبنائنا التلاميذ. هذه المناسبة كانت فرصة لالتقاء جميع الشركاء والفاعلين في العملية التربوية من طاقم إداري وتربوي وأولياء التلاميذ وسلطات محلية وحركة جمعوية، وسط أجواء من الفرح والفخر بالنتائج الإيجابية التي حققها أبناء وبنات هذه المدرسة العريقة التي أنجبت الكثير من الإطارات، وما زال غرسها يؤتي ثماره إلى اليوم. كل مرة كل موسم شاق، إذن في النهاية خاتمتها مسك. ارتأت ابتدائية زيان مسعود الجنوبية أن تنظم حفل لتكريم التلاميذ النجباء من جميع الأفواج من التحضير إلى فوج السنة الخامسة، وبهذا نشكر المحسنين الذين ساهموا في تقديم الجوائز، نشكر الحاضرين الأولياء والمسؤولين وإطارات التربية الذين حضروا وساهموا ولو بكلمة. بدعوة كريمة من إدارة مؤسسة زيان مسعود الجنوبية نخدم السيء الحفلة على شرف التلاميذ النجباء بحضور الأولياء وأيضا بحضور الأساتذة ومختلف الفاعلين. الحمد لله الحفلة تعدى كما نقول الحال. نشجعه نسعى بريد النجاح إن شاء الله. الجمعية تيليلي ساهمت أنشطة هادفة، أنشطة سعان القيمة، سعان نسمع نظام قرآن. نكوني أشياء دينا كان إلي بريمير كويت البلدية يعني رسوا حتى خارج البلدية ونغني حوايجنا كنا نكوني موجود إيواكا نعاون سوين منزمر ونعاون سوين اللان وبلا مزيان وبارك الله فيكم.
بدورنا كمجلس الشعبي البلدي نيابة عن جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي تل أبيب فاسل، نشكر السيد مدير ابتدائية زيني مسعود السيد سمير بودهان على كل المجهودات المبذولة وعلى هذه المبادرة الطيبة التي تزيد في تحفيز أبنائنا التلاميذ. وكما نشكر من هذا المنبر جميع المعلمين ومعلمات هذه المدرسة وكل الطاقم التربوي والإداري على جميع المجهودات المبذولة طيلة الموسم الدراسي. نحن الآن متواجدون في هذه اللحظة يعني السعيدة بحضور أولياء التلاميذ في مدرسة زياني مسعود التي يعني كانت فيها خطواتنا الأولى في مجال العلم وطلب العلم. هذه المدرسة هي بيتنا جميعا. سعداء أننا درسنا في هذه المدرسة وتربينا فيها، وسعداء اليوم نحن متواجدون فيها كأولياء للتلاميذ. هذا اليوم جد سعيد، هذا يوم حصاد بالنسبة للتلاميذ، من جد وجد ومن زرع حصد. هذا اليوم تم فيه تكريم النجباء والمتميزون في هذه المدرسة، وكانت لحظة يعني سعيدة ارتسمت على وجوه الأولياء وعلى وجوه أبنائنا التلاميذ في مختلف مستوياتهم. نشكر جزيل الشكر يعني الطاقم التربوي والطاقم الإداري على ما يبذلونه من جهد على مدار العام. نتمنى أن تكون محطات أخرى مستقبلا، محطات مماثلة نتقاسم فيها مشاعر الفرح ونتقاسم فيها مشاعر الفخر. بمناسبة نهاية السنة الدراسية 2024-2025 ارتأت إدارة ابتدائية زياني مسعود الجنوبية أن تنظم هذا الحفل لتكريم التلاميذ المتفوقين خلال هذا الموسم الدراسي. وهذا ليس يعني بجديد على هذه الابتدائية، بل هي سنة وتقليد تربوي دأبت عليه لسنوات، والحمد لله سجلنا يعني حضور كل الأولياء، سجلنا تجاوب كبير من طرف الأسرة التربوية. كان حفلا بهيجا تخللته الكثير من الأنشطة. كما أشكر بالمناسبة جمعية هلال الثقافية التي شاركت في هذا الحفل لإثرائه ولإنجاحه. نتمنى التوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ.